عبد الكريم، تفضل. تعال مص زبي يا ابن القحبة. طيب يا شباب. طبعا يعني هيمص كس امك يا ابن المتنكه الاول. يلا يلعن دين امك يا ابن الابو. نتكلم يا ابو عتب، مكسوف من ايه بس؟ صباح الخير. صباح النور. أستاذ بهجت. عم باجت موجود معنا؟ يسمعني؟ اسمعك ايوه، اتفضل. ودي أول شيء أتكلم مع أستاذ بهجت وعبد الكريم. طب اتفضل، معاك الاستاذ عبد الكريم وعم مؤمن، يعني اتفضل شوف اي حد منهم متحاور معاك. ما في حد يكلمني. طيب شوف سؤالك ايه يعني؟ تكلم، ايش سؤالك؟ تفضل ايش سؤالك؟ عبد الكريم، تفضل. تعال مص زبي يا ابن القحبة. طيب يا شباب. طبعا يعني هيمص كس امك يا ابن المتنكه الاول. يلا يلعن دين امك يا ابن الابو. العرس اللي حاطط صورة ابن سلمان الخول. مش لما يطلع لك حاجة يقص امك انت هتدعي بقى انك من الرجالة يا ابن المتنكة وعندك زبر. حاطط صورة ابن سلمان الخول. ده انت مخصي وبخرم وطيزك خرم طيزك عامل زي الهون يا ابن المرة اللي شغالة بالتليفون يا خول يا معرس يا ابن الشرموطة. اسأله بس يا بهجت، طالما حكى لي أمو الزبو، اسأل ايش علاقة الملك سلمان مع جورج نادر المتهم امريكيا بانه بيدوفيليك، انه علاقته مع الاطفال، وهذا صديق شخصي لابن سلمان وصوره معاه ومعلن في الجرائد الامريكيه من هو كان صغير. ابن سلمان خد بقى جورج نادر شو اخباره؟ لا خد دي عندك. خرج علينا واحد كان في احد المداخلات وقال انه كان شغال في احد القصور الاميريه في الرياض في السعوديه وبعدين بعد كده قال ان القصر ده كان قصر ابن سلمان ايام ما كان اميرا للرياض. فقال ان كان كل اسبوع تقريبا يعني في راجل باكستاني ومعاه 3 شغالين دكتور مع الوقت، وكان في شحنه بيجي لهم كل ما يجي الدكتور ومعاه ال3 اشخاص الممرضين دول ولا المساعدين دولت يكشفوا على بنات صغيره السن واولاد صبيه اللي هم سن الاعدادي كده. فمع الوقت اتعرف بيه وبقى يقعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض وبتاع. فالراجل حكى له قال له ان الاطفال اللي بيجي دول بيتم الكشف عليهم. فقلت تكشف عليهم ليه ودول جايين منين؟ قالوا بيجيبوهم من باكستان وافغانستان، الحدود اللي في الحته دي كده. فبيجيبوهم قال بيجيبوهم لسلمان. ليه بيعمل بيهم ايه؟ قال هو سلمان بيحب البنات الصغيره والاولاد. قالوا هو يعني بيجيب الاولاد ينكهم وينركوه ويجيب البنات عشان ينكوا. اعرفش ليه بتاعه صغير ولا حاجه، ما حدش عارف القصه. ده الكلام ده من زمان. هو بيقول لما قال لي انا لما اتاكدت ما استحملش. الكلام ده كان على الهوا مباشره. فانت لما تيجي يا عم بهجت ازاي واحد خول مخنث يحكم دوله زي بلاد الحرمين؟ ازاي العرس ابن سلمان الخول يحكم دوله زي العرس اللي بياخد في طيزه عبد الفتاح السيسي بشهاده الشهود من سنه اولى ابتدائي بيحكم مصر عادي يعني، مش جديده. وزي الخول مكرون ابن المتناكه ما متجوز راجل مراته ده راجل متحوله وبيحكم فرنسا. بهجت هو انت شيعي؟ انا اللي هنيكك واحطه في تيزك اطلعه من بقك يا كس امك. غني معايا وقول ويايا يا عم بهجت سني حبيبي سني بهجت قلنا كرامات الحسين. اسمع يا ابن الشرموطه يا موريتاني يا ابن الحقير. عمي بهجت سني احكي لنا قصتك مع كرامات الحسين. بتاعه لونه بني
هيحطوا كده في طيزك. غني يا ابن الشرموط عشان اكمل الاغنيه. حبيبي عم بهجت، والله انا يلا العظيم يعني يلا تغيرت يا حياتي. يلا يا ابن عم بهجت الشرموط، مفتو عم اودينس بهجت يلعن انا الصبح. قبل يلا يا ابن قبل ما اتعرف المتناك، على الحسين تغيرت حياتي والله يا يلا يا عم ابن بهجت. المتناك، يلا يا ابن المتناك. ده طول الصورة يا عم بهجت. ده كل ما طيزو تنقح عليه ابن المتناكة يطلع ينكد علينا يلعن ابو امه. بس بيعجبني فيه اصراره ابن المتناكة. هو بيقول لك انا كنت اخرس، ولما قلت يا حسين 3 مرات رجع يتكلم تاني. بهجت ايش الحكايه؟ يا رجل كل اللي عندك انت لجان، هنعمل ايه بس؟ 90% من الحضور لجان. هنعمل ايه؟ انت معقل المخابرات العالميه كلها. هنعمل ايه ما بس؟ في ليبيا على سعوديه على خليجيه على اردنيه. ايه ده يا عم؟ الصوت عندنا مش متظبط والدنيا مش متظبطه، فادعي لنا بس نخلص من الدوامه اللي احنا فيها دي. وربنا يتولانا في الايام اللي جايه، نظبط بقى عشان لان الناس لما بتيجي تلاقي الصوت مش متظبط هتقعد برضك. ورغم ذلك يعني الحمد لله.